غياب الانتصار في الثلاثة مباريات الأخيرة، الترجي الرياضي كان مطالب برد الفعل البارح قدام منافس يعاني اسمه ترجي جرجيس وعلى أرضية ميدان. اللعبة في جرجيس عمرها ما كانت سهلة، وعمر سويح بدا من غير المحيرسي ولأول مرة منذ بداية الموسم فوسيني كوليبالي كان احتياط. اختيارات خلت الترجي البارح بوجه آخر خصوصا هجوميا مع التعويل على النيجيري صامويل دوك كأساسي. بعد 25 دقيقة أولى ما ريناش فيها حاجة كبيرة من الفريق، سعد بقير يلقى الحل كالعادة بمخالفة مباشرة. الشوط الثاني بدوره كان مماثل للأول، وصامويل دوك ضيع فرصة كبيرة قبل ما يماركي الجيبي بمجهود فردي الهدف الثاني اللي يرتح الفريق، وحتى التذليل الفارق لترجي جرجيس عن طريق سليم بالقاسم ضربة جزاء ما منعش الترجي من تحقيق انتصار كان محتاجه الفريق بعد غيابه في الزوج جولات الأخيرة. ما كانش من السهل معناها باش نرمم معناها المعنويات في ظرف يعني وجيز وفي ظل وجود معناها الإصابات نتاع بعض اللاعبين، لكن بالرغم اللي ملعب صعب و سيت ان تيران بياج في الحالات هذه، وترجي جرجيس يعني مهدد بالنزول، عنده معناها رهان يلعب عليه. خلينا نقولوا النتيجه يعني ايجابيه بالنسبه لنا احنا وترجع لنا المعنويات نتاعنا. مع تعادل النجم الساحلي في جابس وانتصار الترجي البارح، هل يمكن القول انه فريق باب سويقه استعاد امل المنافسه على البطوله قبل جولتين من نهايه السباق؟ ليكس عملته ليتوا اليوم امبورتون، وان شاء الله كما قلت لك احنا نكملوا نلعبوا جوسكو بون، نكملوا توجور اللي مزال، وان شاء الله اللي كما قلت لك اللي يجيبوا ربي احنا راضيين به ان شاء الله. مازالوا مباراتين، اذا كان الامور تتم بالطريقه هذه فمعناها لابد الواحد يلعب على الحظوظ نتاعو الى اخر وقت، ونشوفوا شنو هي الحصيله في النهايه. اهم شيء كون الواحد ينهي الموسم نتاعو في افضل حالاته ويتشبث يعني بالانتصارات. حابين نربحوا، mais bon on a bien vu ce qui s'est passé contre le match de l'Étoile. Après je pense que les joueurs ils méritaient un meilleur résultat que le match nul contre l'Étoile. Aujourd'hui, voilà, il faut oublier ce qui ne s'est pas oublié, mais il faut que tout le monde prenne conscience que le football tunisien, il va pas très bien, et il faut que tout le monde avance pour le bien du football tunisien. Aujourd'hui, nous, le plus important, c'est ce qu'on fait sur le terrain, nous les joueurs. Nous, on sait que nos dirigeants, ils sont derrière nous, et nos supporters, il faut honorer ce maillot et continuer à jouer vers l'avant. رغم انتصار البارح الترجي واصل قبول الاهداف، وهذا ما ياكد المشكل الدفاعي الواضح لفريق باب سويقه. الترجي صحيح السنه دفاعيا كان يكون افضل، لقينا ليكيليبر ديفونسيف تاعنا في اخر الباركور، دونك فوالا ماناش خايبين دفاعيا، لكن كنا قادرين كان حبينا نلعبوا على المركز الاول، كنا نكونوا اكثر نجاعه على المستوى الدفاعي. بعد انتصاره البارح الترجي ولا بعيد 3 نقاط عن النجم الساحلي المتصدر ونقطه وحيده على الثاني نادي صفاقس. الرهان مزدوج لقب البطوله او على الاقل المرتبه الثانيه المؤهله لرابطه الابطال الافريقيه. فماذا تخفي الزوج جولات القادمه لفريق باب سويقه؟